مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا وفي احسن حال. لو لسه مبتدئه وعايزه تعملي المكرونه البشاميل وتطلع معاكي جوسي يبقى لازم تشوفي الفيديو ده. الموضوع سهل وبسيط جدا، يلا بينا نشوف هنعمل ايه. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول حاجه هنعملها هنعصج اللحمه المفرومه. بحط اللحمه المفرومه تاخد تشويحه كده، وبعد كده هحط عليها البصل. مقدار اللحمه المفرومه ده كان كيلو لحمه مفرومه، وحطيت عليهم نص كيلو من البصل المفروم. البهارات بتاعتنا ملح وفلفل اسمر والسبع بهارات. هسيب اللحمه المفرومه تكمل تسويه، وطبعا موطيه النار عليها علشان تستوي على نار هاديه. هنسلق بقى المكرونه. رفعت الحله على النار وحطيت فيها الميه، وضفت كمان شويه من الملح، وهننزل بقى بالمكرونه اول ما الميه ما هتغلي. طبعا الميه بتاعه المكرونه ما بنحطش فيها زيت، هو ملح وبس. الحله التانية بقى اللي ورا المكرونه دي طبعا كنت عامله الصلصه. عامله تخديعه بصل وطماطم، وسبتها لحد ما اتسبكت، وضفت عليها شويه من الملح وشويه من الفلفل الاسمر. وجت بقى اخر خطوه هنعمل البشاميل. البشاميل عشان يدي طعم حلو كده بضيف عليه زبده. حرفيا الطعم بيفرق 180 درجه. طبعا انا خلطت زيت وخلطت عليها زبده. اول ما الزيت يسخن كده والزبده تسيح هنزل عليهم بالدقيق. طبعا هنا الزيت كان قليل شويه فكنت بزود لحد ما الخليط زي ما هيظهر معاكم كده يكون سايل شويه. وهستمر في التقليب لحد ما لون الدقيق يتغير ويكون لونه كده ذهبي فاتح. اول ما هوصل للون اللي انا عايزاه هنزل بالحليب على طول، وهستمر في التقليب علشان الخليط ما يكلكعش. الموضوع سهل وبسيط جدا، وبايدك تعملي كل حاجة، مفيش حاجة صعبة، كل حاجة سهلة وبسيطة. طبعا الحليب بضيفه شوية بشوية، مش بحطه مرة واحدة. اول دفعة حطيتها لقيت لما بدأت ان هي تغلي الخليط تقل، ببدأ ان انا اخففه شوية بشوية لحد ما الاقيها خلاص وصلت للسمك اللي انا عايزاه. هضيف بقى شوية من الملح وشوية من الفلفل الاسمر. هسيبه يغلي شوية حوالي كده 3 دقايق، وبعد كده هنرفعه من على النار. طبعا بعد ما جهزنا كل حاجة، اللحمة المفرومة والصلصة وسلقنا المكرونة وجهزنا البشاميل، هنجيب بقى طبق واسع وهنحط المكرونة، وهبدأ ان انا اضيف كده كام كبشة من كريمة البشاميل وهقلبها. وبرده في خطوة كده بجد خطيرة قوي. هجيب برضو معلقتين من اللحمة المفرومة اللي احنا عصجناها، وهقلبها برضو في الخليط ده. في خطوة مهمة جدا نسيت اقولكم عليها. المكرونة طبعا بعد ما بتتسلق ما بنغسلهاش، بنصفيها بس من المية. تمام. المكرونة البشاميل في الاساس بتتعمل زي ما انتوا شايفينها كده، بس انا هضيف عليها صلصة لان احنا بنحبها بالصلصة. ودي حاجة اختياري، بس فعلا لو جربتوها ان انتوا تضيفوا عليها صلصة هتغير طعمها 180 درجة. اخدت بقى جزء كده من الصينية هعمله بيضة، والجزء التاني هحط عليه الصلصة وهقلبها زي ما انتوا شايفين كده. وهنكمل بقى الرقات بتاعتنا، رق مكرونة ورق لحمة مفرومة ورق مكرونة تاني، واخر رق بيكون كريمة البشاميل. لو وصلتوا لحد هنا فضلا وليس امرا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتعليق صغير كده، لان فعلا تعليقاتكم بتشجعني. وشكرا لكل اللي بينضم لقناتي. هنشغل الفرن على درجة حرارة 180، بنحطها في الرف الوسطاني. بنشغل الاول الفرن من تحت، وبعد كده بنشغل الشواية في الاخر خالص. بتقعد في الفرن حوالي 15 دقيقة بس.
ما شاء الله الكريمة خطيرة جدا والقوام بتاعها مظبوط جدا. هتعملي احلى صينية بشاميل جوسي وخطيرة جدا. وده شكلها بعد ما طلعت من الفرن، واديله ادي بقى على صينية البشاميل الخطيرة دي. وبألف هنا وشفا على قلبكم. اسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.